صدم الجيشان، لكأن حادث سير فقط كذا عشوائي لم يخطط له من قبل، وقع بين معاوية بين جيشان، هذا جهز جيشه وهذا جهز جيشه، وتعدوا على قتال واقتتال. وقع في معركة صفين، شهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها كما في صحيح البخاري على بغي معاوية الذي تجتهد أنت في الاعتذار له وعذره وتعتبره مجتهدا، والنبي يعتبره باغيا فخالف رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية باغي وأنت تخالف رسول الله، والله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كيف اجترأت على تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقضي قضاء عدلا لا ينطق عن الهوى لأنه باغي، ثم أنت تبرر وتقول بل كان مجتهدا يا رسول الله. والحديث عندكم في البخاري قال صلى الله عليه وسلم ويح عمار تأكله الفئة الباغية. في بعض ألفاظ الحديث يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.